شوف دي وشوف دي انت يا وليه اللي اسمك شيماء، انا عارف انك جوه. وهنا كان لازم نتدخل. احبك يا سماح. سيداتي وسادتي، رجعنا لكم بفيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. معكم اليوتيوبر يوسف صبحي، يهنئكم ويرحب بكم على متن هذا الفيديو الجديد. جات لنا اخبار مش مبشره بالخير ان كل فيديو بنطلب فيه 5000 لايك ما بنوصلش. ازاي ان كل واحد بنقول له دوس لايك ما بيدوس لايك، مع انه ببلاش؟ كل مره نقول ببلاش عشان ما نطولش عليكم في البدايه كتير. يلا بينا نشوف الفيديو هيمشي عن ايه. يلا بينا. خد رايح فين؟ ما تنساش اللايك. ها 5. في البدايه بقى يا رجاله نبدا الفيديو بتاعنا بالمكنسه او المقشه او اي حاجه زي ما انت بتقول تقول. يلا بينا ننضف كده الارضيه عشان نشتغل على نظافه. طبعا كل ما نشتغل على نظافه عينك يا صاحبي تشوف حاجه كويسه. اخبط لايك كلمتين ويلا بينا. والحمد لله رب العالمين نضفنا على خير. بص الحركه دي. بس كده يا جدعان تعالوا بقى ايه، عايزين بقى ايه نتفحص الحمام ونشوف لو حاجه عايزه تعالج. بس دكتور صح؟ دكتور يا اخواتي، ناقص السماعه بس. يلا بينا. طبعا يا عزيزي جينا لكم ودلوقتي معانا حاجه، معانا فلاجيل ومعانا ديكال ب 12. خليهم هنا. والسرنجه طبعا مش ناسينا. فعندنا يا جدعان، لا مش دول، خد يا وليه. تعال خش هنا بس، خش عايزك خليك. عندنا القص هوريهم لكم دلوقتي. ما شاء الله لسه مطلعين زغلولين حلوين جداد اهمك. في حاجه بقى مهمه لازم نعملها، يعني بصوا خلاص بقى ما شاء الله طلعوا الزغلولين في يوم واحد. ادي 1 2 ما شاء الله. بنعمل احنا ايه بقى في الحاله دي؟ طبعا دي الام كده زي ما احنا شايفين. عايزين بقى طبعا بقى ناخد زغاليل كويسه ما يحصلهاش حاجه. ناخد السرنجه بتاعتنا نرج الفلاجيل كويس جدا جدا جدا. نفتح الفلاجيل نقوم عاملين كده اهو. انا ما شفطتش. دي بايظه ولا ايه؟ بتاع بتقفل لوحديها اتلبست. في ايه؟ ايوه كده. بس كده اهو. الله. بتاع بتقفل لوحديها يا جدعان. لا اشتغلت اهي خلاص. بس ناخد سنتي كده يا جدعان زي ما احنا شايفين ونجيب الام. طبعا دوك عشان لو الام في حاجه في معدتها الكلام ده. طبعا لسه بقى بتدي لبه وتزق الزغاليل، فعشان تديهم كده حاجه كويسه وما تنقلهمش امراض وهم لسه صغيرين. وعاملين كده اهو كده اهو بالشفا. بس كده كده تشيش عليا انا لبستك البلطو الابيض سرقه من اختي. نعمل كده. والدكر كذلك، ان برضك الدكر كده كده بيحط يا جدعان، يعني الدكر بياكل. ثانيه واحده. الدكر برضك بياكل هو كمان، يعني الحمل كله مش هيبقى على الام يعني. ونقوم جايبين الدكر كده زي ما احنا شايفين. وايه هوبا بسم الله كده اهو اهو. شوف الحاله دي بس كده يا جدعان. انا كنت مزود بس لهم بقى كده كده ما سايبين. تعالوا نمر على بقيه الحمام. طبعا احنا عندنا ايه ده؟ والله العظيم قاعد بدور على السرنجه دي من فتره. بصوا ثانيه اهي دي اللي انا كنت بدي بيها دلوقتي للحمام. ودي يعني دي جايبها جديده. بص لسه جديده. ودي قعدت ادور عليها اقسم بالله. دلوقتي بحط ايدي بالصدفه في البلطو طلعها لقيتها. يا محاسن الصدق. نرجع تاني نعمل بقى ان احنا بنمر عشان كنت جاي هنا. يا سلام. القص دول بقى يا جدعان المفروض ان النتايه دي احنا سايبينهم عايزين نشوفهم قربوا يبيضوا ولا لا. ما شاء الله ما شاء الله. النتايه موسعه يا جدعان. طبعا بقى بنعرف موسعه ازاي. عندنا هنا شوكتين حلوين كده زي الفل. تحط صباعك ما بينهم كده موسعه. بص صباعي بيلعب ازاي ما بينهم. يا باولو ما انتش يا باولو. والله بقى ندعي لهم بالخير والبركه. واقول لك على حاجه اهو بوسه كمان عشان تمشي الدنيا. لا ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. طبعا البطل مش هيبقى موسع بس نبص عليه كده. عايز اعرف بقى ايه قفلوا ريش ولا لا. طبعا قفلوا. خلصوا ريش يا جدعان. فكده المفروض ان هم جاهزين للبيت. تعالوا نمر. دولك بقى. بصوا يا رجاله عشان القص دول طبعا محبوسين. قص الحمى والغزال دول محبوسين. بصوا الزغلول واكل ازاي. يعني هم مأكلين الزغلول حلو كل حاجه بس الزغلول طالع ضعيف. الزغلول طالع ضعيف. فالزغلول ده بقى تعالوا هنعمل معاه حاجه كويسه قوي. يا مهون جبنا الزغلول
جبنا الفلاشين بتاعنا. طبعا يا جدعان الزغلول هناخد له بصوا يعني نص سنتي كده بالظبط، او زي ما انتم شايفين. لو باين معاكم بان يلا، لا ما انت هتبان ان شاء الله يعني. لا بان، ثانيه واحده يا جدعان هنبينه يا عم. بان، ما علينا يا جدعان، هو نص سنتي ما علينا يعني. فالكتره للزغاليل مش حلوه، فطبعا الزغلول ده كده بص واكل كويس زي ما احنا شايفين، انما يعني صحته بايظه خالص، فاكيد معدته واخد امراض الدنيا. فنص سنتي كده بسيط كل يوم لمده 3 ايام هتظبط معاه كتير. وطبعا اللي هيظبط معاه اكتر ان اهاليه لازم يسيبوا، بجد الاهالي دي لازم تسيب. ليه؟ زي ما احنا شايفين يا جدعان الباب صغير 50 في 50. باذن الله الفتره الجايه هندخل بيبان اكبر من كده، والقص طويل يعني. سيبكم من المستوى، يعني المستوى ده انا بالنسبه لي مش حمر غزار، بس هم حمر غزار على قديهم. فيعني زي ما احنا شايفين مش طوال، مش طوال، فمش هيدونا، فلازم يسيبوا. فعشان يسيبوا لازم يكون باب ارضي، عشان هم مش عارف ما بيعرفوش يطلعوا الباب ده. هنشوف. اقفش سوزي، بصوا سوزي. اكلي يا اختي، ما شاء الله. بصوا يا رجاله، ادي يا سوزي، بسم الله ما شاء الله. كل غزاره يا جدعان، مقومه الزغلول زي الفل. الباب بقى لو هي والله محبوسه مش هتقوم الزغلول، هتاكله حلو زي ما احنا شايفين. بصوا يلا ادي الواد جعان، يلا ادي ما ترحموش، ما شاء الله. يا جدعان طبعا عشان بتحبني مش خايفه، الحمد لله. اوعي تحرجيني وتمشي، انا بقول لك اهو ما شاء الله. ايوه اهو، اخش جوه بقه. طب انت مدياني قفاك ليه؟ طب عايز اشوف، تعالي طب جنب كده شويه، الباب صغير يا وليه. نعم انت زنان بقى. خلاص نسيبها يا جدعان عشان ما تسيبوش، وبعد كده نجيله تاني. لسه بتديله، بسم الله ما شاء الله. ادي يا سوزي. ايوه بس يلا. ايوه بس كده، ادي بقى ايوه اهو. جبناها من جوه يا جدعان. ما شاء الله. وتعبت سوزي ونزلت خلاص. تعالى انت بقى، بسم الله ما شاء الله يا جدعان، ما شاء الله. ايه نفخت له معدته، الله اكبر. خد بسم الله ما شاء الله يا جدعان. عايز اوريكم، بصوا يا جدعان ما شاء الله، الله اكبر. لونه بقى طبعا طالع ضايع خالص. ليه بقى؟ عشان ده ابوه. لا مش ده ابوه. فين ابوه؟ ابوك فين يا ولد؟ اهو، عشان ده ابوه. فابيض مع مش عارف ايه، فجايبين الجته دي زي ما احنا شايفين. ولسه لما يكبر ان شاء الله، لسه لما يكبر. اللهم صل على النبي. انزل يا حبيبي. عزيزي الغاوي في كل حته، اخر حاجه في المرور بتاعنا عشان نبقى خلصنا كده متابعه للحمام. نشوف الشقلباظيات. طبعا بصوا يا جدعان ما شاء الله، هما مأكلين واحد نص والتاني واكل نصين ونص، يعني بسم الله ما شاء الله يا جدعان. بصوا مدين له كل حاجه. هنشوف بعد كده ممكن نحضن واحد بقى من تحتيهم ما شاء الله يعني بصوا ده واكل بس مش قوي. فانا بقى ايه، ممكن اما اجي اكل بكره اشيل دوك واخليهم يدوا دوك. هو ما شاء الله طالعين بصحه كويسه، وابتدوا يريشوا وابتدوا بقوا زي الفل. فهنعمل معاهم حاجه دلوقتي؟ لا لسه. لو انا عندي ميكس، بس انا ما عنديش ميكس والله كنت اديته. بس كده يا جدعان الجو حر. عزيزي الغاوي في كل حته. طبعا فوزي بقالنا فتره ما بيظهرش معانا، عايزين نشوف حاله واحواله وصل لايه. كان اخر مره شفته كان عليه 5 أو 6 ريشات. تعالوا مع بعضينا نكتشف. قال يا نهار اسود، يا نهار اسود. بصوا السوس قد ايه. طبعا لازم نرش يا جدعان، وباذن الله اعمل لكم فيديو ممكن يبقى الجاي او اللي بعده واحنا بننظف الحمام من هذه الاشياء. شوف بقى اهو عليه 2. بص اهي، عايز اوريها لكم. شايفين انتوا الانبوب الابيض الاحمر اللي بيطلع ده؟ هو بقى ايه عليه 2 بعديه. يعني ده كده خلاص عليه الصمه والعديله، ويبقى راجل ويتحمل المسؤوليه. ما شاء الله يا جدعان. جت خد. طب اكمل الكلمه. مفيش احترام خالص. طبعا يا رجاله بقى الفيديو اللي فات هذا العصفور الناس كلها قالت، تعالوا بس كده ايه عشان يبقى في الاضاءه الحلوه. الناس كلها قالت انه انتهى وخلاص كده يا جدعان.
عرفنا انه انتهى. طبعا قالوا لي عايزين نشوفه من قريب وكل حاجه. انا هحاول امسكه مع انها مهمه صعبه جدا جدا. هحاول امسكه يا جدعان. قول بسم الله. لو عضتني انت حر. لا مؤاخذه يا جدعان، هتشوفوا فضايح دلوقتي. خد انتوا يا بتوع العصافير بتمسكوا ازاي؟ اصبر بس تعضش. بتمسكوه ازاي؟ بس على الكسفه اللي انت فيها يا حازم، وربنا ما انا ماسكه. ده اتبهدلت يا جدعان. المهم اهو شايفينه حلو وجميل وزي الفل اهو. طلع نتايه اهو. بص اهو من قريب بيعض جامد يا جدعان وربنا. ايه الفضايح دي اهو؟ بصوا معلش اتفرجتوا شفتوا زي الفل. طيب بقى يا جدعان احنا كده خلصنا. نقلع بقى اللبس ده، يلا بينا. بس كده يا جدعان، يا نهار ابيض جو حر قوي. تعالوا بقى نطلع بره. بصوا بقى يا رجاله، انا ليا مزاج دلوقتي افتح الحمام الزاجل مع ان انا كلفته الصبح، بس ليا مزاج افتح له. تعالوا يلا بينا. بس كده يا جدعان، سيبه يطلع بقى ايه براحته. هو من اكبر الغلط ان انت تفتح الحمام وهو واكل، بس انا ماكله من بدري قوي يعني فاهمين، وماكله نص كلفه يعني. حتى بصوا البتاع يعتبر فاضي ما فيهاش اي اكل خالص. فانا بس سايبهم كده يطلعوا يهووا عن نفسهم، مش عايز احبسهم كتير. وهم زي ما انتم شايفين بيبتدوا اصلا خلاص بيقلشوا. مش عارف ازاي اصلا موسم القلش عندي يعتبر خلص، مفيش حاجه بتقلش غير بسيطه، ودول بيبتدوا ولا يمكن عشان لسه زغالين. فهنسيبهم كده يا جدعان يطلعوا ويعيشوا بقى حياتهم براحتهم كده. يطلعوا يخشوا هم خلاص حافظين بابهم، حافظين التراب بتاعهم، يخشوا ويطلعوا زي الفل ان شاء الله. يا جدعان هندخل خلاص العيون دي جوه، وهندخل الحمام ده جوه، وهناخد اللفت ده للزاجل، والبتاع اللي هناك ده هنعمله ان شاء الله لليمام باذن الله. ما فكتوش والله فكوا، والله فكوا. وشكوا حلو يا جدعان، وشكوا حلو. انت يا ابني بتعد ليه بس؟ بسم الله ما شاء الله يا جدعان. فك اول اللي شغله اهو. لا اصبر يا ابني يا عم بس. بسم الله ما شاء الله يا جدعان اهو. بصوا طالع من بيضه قد ايه. تيجي تحطها فيه دلوقتي طلع منها ازاي ده ما تعرفش، هو لسه طالع. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الثانيه بقى ايه منقره ولا ما علينا يا جدعان. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك. تعالى بس كده، تعالى كده، تعالى كده بس كده. وانتوا ايه مش ناويين تبيضوا؟ طب في طاجن هنا نحبس ايه؟ طيب نحبس ايه؟ دولك يا جدعان ذكر وانثى واخدين بعض. نحبسكوا طيب ولا نعمل؟ وانتوا ايه؟ ما خلاص ما فيش حاجه عايزه تبيض خالص فرحونا. طيب مش عايزين تطلعوا؟ حرام طبعا عشان واكل معنتخ، فما علينا. وطبعا اللي هيسالني الزاجل رجع ما رجعش يا جدعان، يعني نقفل بقى اليوم خلاص طالما مش عايزين يطلعوا نقفل عليه. انا قلت لهم وهم مش راضيين. بكره بقى ان شاء الله نبقى نفتح لهم قبل ما ناكلهم باذن الله. طبعا يا جدعان بصوا 4 هم، وواحد اهو واثنين اهو، يعني 7. مفيش حاجه رجعت والله. منظر الارضيه بعد ما اتكنست نسيت اشيل بتوع دولك. مكلف ده يا جدعان بصراحه جميل، بس طبعا عايز تجيبه ويعيش معاك حط له قطعتين زي كده، عشان طول ما هو على الارض بيقعد يجي كده وكده، فما تحط له خشبتين بصراحه بيمسك وبقى زي الفل. طبعا عايز اجيب واحد تاني او 2 تاني عشان اخليه طويل. هو بصوا في ايه، في زي نظام بتاع هنا كده وهنا فتحه، ان مثلا لما يبقى واحد تاني يخش هنا وهكذا وتخليهم جنب بعض. تمام. طيب في حاجه بقى يا جدعان ناس كتير قوي بتسالني عليها، وهي البيبان بتاعتك وسعرها ايه وكام في كام. بصوا يا جدعان انا البيبان عندي 50 في 50، ارتفاع في حدود المتر مش هنا، لا كنت عملتها لكم الارتفاع في حدود 30. فبيبان سوقي تعبانه. كنت جايبها بكام؟ ده منظر الباب اهو يا جدعان. طبعا انا اللي مركب له الارقام دي وما بيجيش بيها. الباب كله على بعضه كنت جايبه ب 50 جنيه، بس عشان كنت جايب 30 باب الراجل حسبه لي ب 45 جنيه. تمام. بس ده الكلام ده من كام شهر، دلوقتي مش عارف بصراحه. ف50 في 50. طب هل ده يصلح للفرخ؟ اقول لك للحاجات الصغيره اللي زي دي يصلح. الاسطوانات دي بتفرخ فيه كويس. الزور قطيفه خدت منهم زغاليل وفارخين كويس. بس لما تبقى حاجات بقى مستويات طويله مثلا زي ايه، زي احنا دول لما كنت حاططهم فيه مش عايزين يشتغلوا. هو انا كنت باجي ولا مش قادر والله مش عارف. ماشي. فزي ما احنا شايفين يا جدعان الروحنا والحاجات دي عايزه بيبان واسعه. فان شاء الله يا جدعان عايز بقى رايكم في حاجه. انا ناوي باذن الله اجيب بيبان 60 في 60 هنا. نجيبها خشب ولا نجيبها سلك؟
انا عايز رايكم في الموضوع ده. كنت بتكلم انا ومهند فبيقول لي هاتها سلك، وانا مش بحب السلك، بحس انه مش حلو في الفرخ. فقولوا لي انتوا نجيبها سلك ولا نجيبها خشب ولا تقولوا عليه باذن الله هنجيبه. المهم يا جدعان ان ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. فيديو كده بسيط عملنا بس فيه متابعه، كان فيه كام معلومه كده يا رب يفيدوكم، حاجه كده بسيطه. وكان معكم يوسف صبحي، سلام.